حقيقة الملك زومبي الذي يخيفون به الأولاد في الإعلام. هو الملك المسلم جنجا زومبي، وهو شخصية عظيمة وبطل من أبطال دولة الإسلام في البرازيل، وهو من أصول أفريقية. ووصف جنجا زومبي بالشجاع الأسود نظرا لشجاعته. ظهر جنجا زومبي بعد احتلال البرتغاليين للبرازيل، وبعد مهاجمة السواحل الإسلامية بأفريقيا الغربية، وأسروا أهلها ونقلوهم في سجون في قيعان السفن لتوفير الأيدي العاملة. وكان ذلك عام 1539 ميلادية، فتم استعبادهم وتنصيرهم بالإجبار. وفي عام 1775 ميلادية ظهر بطلنا جنجا زومبي، فبدأ البطل يدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة ويشجعهم على التخلص من العبودية. وعندما كثر أتباعه أعلن قيام الدولة الإسلامية في البرازيل، وجعل مركزها بالميراس. وبعد أن انتشرت دولة الإسلام في البرازيل، اتحد النصارى على هدم هذه الدولة، فشنت عدة حملات صليبية على مدار عشرات السنين، فأذاقهم الويلات وألحق بهم هزائم متتابعة، وتصدى لحملات التنصير لمدة 50 عاما. وبسبب كثرة الحملات النصرانية بدأت الدولة تدريجيا تضعف، مما أدى إلى كثرة الخيانات، وسقطت الدولة وسقط جنجا زومبي. وعندما عثر البرتغاليون على زومبي تعاملوا مع جثمانه بهمجية، حيث قطعوا رأسه وأعضاء جسمه وشوهوه وعرضوه على الناس، وتعاملوا مع أتباعه بالقتل والبيع في سوق العبيد. واستمرت إبادة المسلمين لعقدين من الزمن، حيث لا يبقى لجنجا زومبي تاريخ يذكر. فعمدت الصهيو صليبية بقيادة الكنيسة إلى حملات إعلامية هوليود تظهر فيها شخصيات الزومبي بأبشع الصور والأفعال الوحشية، وإسقاطها على البطل زومبي والمسلمين عامة والفلسطينيين خاصة. وهذا ما تجده في الأفلام السينمائية والإلكترونية. فليس مستنكرا على العدو أن يتعامل مع عظماء الإسلام بهذا الحقد، إنما العيب على المسلمين عندما جهلوا عظماءهم وضيعوا مجدهم فضاعوا.